السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي الفيديو بتاعنا النهارده الفيديو طويل شوية، بس النهارده كله تفاصيل حلوة وعشان اقول لكم النهارده يومي عامل ازاي. طبعا صاحية الصبح كده، جالي تليفون ابني حبيبي جاي من الجيش النهارده، فقلت اعمل له اكله حلوه كده بما ان النهارده الجو ساقع قوي واحنا دخلنا ده بقى في الشتاء. طبعا انتوا عارفين الشتاء عايز ايه. خشوا معايا كده نعمل الفيديو مع بعض ونعمل كوبايه القهوه، نشرب القهوه مع بعض، نعمل فطار. والنهارده هاخدكم اليوم معايا من اوله كده وشوفوا النهارده يومي هيبقى عامل ازاي. استنوني. بتاعتنا نعمل بقى القهوه بتاعتنا. يا نهار ابيض، نقلب الدنيا النهارده. قهوتي تقيله شويه. أوه. انا بحب القهوه مظبوط على فكره. بقى معلقه السكر، بقى الميه. اهم حاجه عندي لازم الصبح كوبايه القهوه. انا ممكن اكون ممكن يكون غلط، بس ما بقدرش صراحه. يعني كوبايه القهوه دي اساسي لازم الصبح. افتح عيني كده، باخد في عندي باخد بقى طبعا برشام عشان المعده. الناس اللي عارفاني عارفه ان انا معدتي طبعا بايظه خالص. فبشرب باخد البرشامه وبعد كده بشرب كوبايه القهوه، وبعد كده بفطر. بس فطار خفيف برضو، بس بعدها بساعه. طبعا النهارده هعمل معاكم الفطار، ونعمل القهوه ونشرب القهوه مع بعض، ون ونعمل الفطار حلو كده خفيف نفطر مع بعض. وبعد كده تكون بقى الحاجه جت، لان انا طبعا طلبت الحاجات كلها النهارده، لان انا النهارده صراحه كنت ناويه ان انا اجيب سمك مشوي واعمل رز في البيت، وكنت هانتخ بصراحه كنتش هعمل حاجه. ولكن طبعا اول ما جاتني المكالمه الصبح ان ابني حبيبي جاي من السفر، فحبيت اشارككم اليوم النهارده لاني مبسوطه، فعايزه ابسطكم معايا. يا رب تكون فيديوهاتي حلوه خفيفه على قلوبكم، والنهارده الفيديو يبقى حلو كده وجميل. والاكله بتاعت النهارده اكيد ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. انا واثقه من كده باذن الله. آه القهوه آه بيبقى ليها طعم تاني كده وانت بتشربيها الصبح. القهوة، فنجان القهوة بتاع الصبح مختلف عن باقي اي حاجة في اليوم. يعني لو شربتي قهوة بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، ما بتبقاش بصراحة زي القهوة بتاعت الصبح. بيبقى لها طعم تاني، بتحس ان هي بتخش القلب، بتفوق النافوخ كده. بتحس ان انت ايه، مش عارفة. يعني أنا حاسة إن كوباية القهوة بتاع الصبح بتختلف. لو ما شربتهاش الصبح اليوم بتاعي مش بيبقى أحسن حاجة. طبعا الناس اللي هتقول طب لو صايمة، طبعا أيام الصيام اللي بنصومها بنحاول أشرب القهوة قبل الفجر بنص ساعة. أحلى حاجة فنجان القهوة. بصوا يعني حاجة تانية خالص. هشرب القهوة بقى واقول لكم النهاردة نعمل فطار ايه مع بعض، واحلى فطار ان شاء الله لاحلى متابعين في الدنيا. افكار حلوة وجمعة مباركة عليكم، بحبكم قوي. هنا معايا بقى ايه حتتين جبن كده كانوا في التلاجة، ابتدوا بقى ينشفوا. طبعا مش هحطهم، مش هيبقى شكلهم احسن حاجة، فقلت بقى ايه اعمل فطيرة حلوة كده نفطر بيها فطار حلو كده، يا رب تعجبكم. اي جبن عندك متاحة عندك بنقطعها حتت صغيرة كده. لو عندك جبن مبشورة في التلاجة مفيش اي مشكلة. تمام. جبت كده بولة معايا ونزلت فيها ببيضتين. تمام. وهديها بقى ايه رشة ملح وفلفل كده، دي رشة فلفل كده عليها. تمام، عشان طبعا بيض يبقى فلفل اسمر ورشة ملح ونقلبها. هنزل هنا بكوباية من اللبن، ومعايا هنا معلقة من البيكنج باودر، ورشة الملح ما كنتش حطيتها. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض. تمام. وحطيت شوية زعتر، لو عندك زعتر فريش يبقى كويس قوي. عندي هنا شوية شبت صغيرين كده وشوية خضرة، كان بقدونس وشبت عندي، قلبتهم كده معاهم. تمام. وهحط بقى شوية موتزاريلا، وحطيت قد معلقة أو معلقتين كده من الزيت. هنزل بقى
كوبايتين ونص من الدقيق، وأقلب كل الكلام ده مع بعضه. نقلب كويس لحد ما الدقيق كله يختفي خالص. انا عايزاها عجينة متماسكة شوية مع بعض، مش عايزاها خفيفة. هاتي بس رشة زيت بسيطة جدا ولا تذكر خالص بالفرشة كده في الطاسة تكون سخنة، وهنزل بنص الكمية. الطاسة دي معايا مقاس 24، فخدت نص الكمية معايا. تمام. الله على الحركة، الله على الحركة. مش ما تصورتش ليه؟ هنا بقى ايه، كنت شوية اللي فضلوا كانوا اكتر شوية، فزودت شوية دقيق. معرفش انا زودت شوية زيت. انا مش عارفة يعني زودت الزيت ليه، بس تمام. وجبت هنا بقى ايه، حطيت شوية حبة البركة كده عليها كده من على الوش. تمام. ونفس الكلام برضو هديها تقليبة من هنا ومن هنا. انا بغطيها على فكرة، مش عارفة بقى، هو بصوا يعني في لقطات كده بتفوتنا في التصوير، بس تمام يعني. تمام. بصوا اهي، هي دي يلا تاني يلا. بس زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا بقى كان عندي عيش تورتيلا، حطيت برضو ايه يعني، قلت اعمل ميكس كده من السندوتشات، حاجات خفيفة كده للولاد ياكلوها، بما اننا هنتغدى ان شاء الله بدري، فكان لازم اعمل لهم الحاجات الخفيفه. عايزه اقول لكم بقى يعني ايه، اللي ما عندوش عيش خالص وما عندوش الكلام ده كله، العيش التورتيلا ده بنعمله عندنا في البيت في الطاسه، بيبقى تحفه. انا حطيته في التوستر، سخنته كده زي ما انتوا، خليت الجبنه ساحت، وزي ما انتوا شايفين دي اللي عليها حبه البركه، ودي الفطيره التانية. بصوا ادي عملنا 3 فطيرات. الكوبايتين ونص عملوا لي 3 فطيرات، بس مش كلهم مقاس واحد، فيهم واحدة رقيقة خالص اللي هي في الطبق لوحده، واللي في السرفيس دي يعني مش رقيقة قوي، ماسكة نفسها شوية، والكبيرة خالص اللي هوريها لكم دلوقتي. الفطار كان جميل وخفيف، وعملنا شاي بلبن جنبه وفطرنا، وكان احلى يوم عندي النهاردة. وانا بعمل احلى اكل لحبيبي ابني ونور عيني، ويا رب الاكل بس يعجبكم. بصوا انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين، دي بقى كانت صحيحة بس عايزة تتاكل سخنة. بصوا الحشوة من جوه عاملة ازاي، خطيرة. دي بقى تنفع لو ما عندكيش عيش في اي وقت، ممكن تعمليها بقى لو بالليل ما عندكيش عيش وجعانين، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا برضو. احنا ما عندناش اي مشكلة في موضوع الغدا، فجميلة جدا. وتنفع على فكرة في اللانش بوكس للولاد للمدارس، بتبقى حلوة جدا تغيير. بصوا الجمال، الله بقى. بص الجبنه جميله ازاي وبتمط. عايزه اقول لكم حاجه كده ما شاء الله، وكانت حلوه قوي وخفيفه وجميله. وعملنا زي ما قلت لكم الشاي بلبن وفطرنا، كان يوم جميل. بص اليوم الجميل بصراحه بيبان من اوله، بيبقى حلو كده، حلو زي الناس الجميله اللي بتيجي وتنورنا. لان في حد جه نورنا النهارده الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد، وربنا يجعل يا رب بيوت المسلمين عمار دايما يا رب. انا هنا كنت بقول لكم خلاص خلصنا بقى فطرنا، وجيت بقى هنا كنت حاطه الممبار في الفريزر، طلعته حطيته في ميه كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليه ليمون شرايح وعصرت فيه ليمون، وسبته بقى يتنقع براحته. طبعا مغسول غسله محترمه يعني قبل ما يتحط في الفريزر. كده جبت بقى الكبه بتاعتنا، كبه هفار الجميله اللي بتسعفني. عايزه اقول لكم من احلى الكبات بجد اللي انا استعملتها. بس هنزل بقى بكمية البصل كده كلها. جاني تليفون على فكرة وتعطلت شوية، بس معلش. بس هقطع بقى البصل كله. على فكرة البصل لو اتحط في الكبة دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، صحيح كده برضو بيبقى زي الفل. هضرب بقى كل الكلام الكمية كلها مع بعض. بتجري الكبة بتجري مننا. يا جماعة قولولي، انا بعاني من الرخامات السوداء، بعاني منها جدا. بس هنزل بقى بشوية زيت حلوين كده محترمين. كتري كتري. البوتاجاز عندي ما كانش نضيف يا جماعه. كنت عامله قبلها، كنت على فكره انا بجهز الاكل بدري شويه يعني، اللي هو يعني ايه كده يعني، فاهمين، بحب احضر الحاجه كده وابقى براحتي.
هقطع بقى شوية فلفل حلوين كده، عندي فلفل اخضر وعندي فلفل احمر وعندي طماطم بقطعها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بعدت اجيب بقية الطماطم لان زي ما قلت لكم الدنيا كانت انا هلبس وانزل. ايوه، هتشوفوا دلوقتي كل حاجة مع بعض. اقطع بقى كل شوية الطماطم اللي عندي والفلفل، فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، شوية فلفل حلوين كده. بحب الفلفل جدا احنا في الحشو، في في التسبيكة. جيب بقى ايه معلقتين صلصة حلوين كده محترمين، وانزل على البصلة بعد ما لونها يبتدي يصفر كده. بحب دايما احط الصلصة على طول كده على البصلة، ما بحطهاش في خلاط واضربها معاها. بحس ان لا، عشان الحموضة وكده، عشان المزازة، فاهماني. انا كنت نزلت رحت بقى جبت شوية الحاجات الطلبات القمر دول وجيت، وكنت طبعا ولعت على التسبيكة وسبتها ونزلت. رحت بقى جبت ايه، جبت بتنجان وجبت فلفل وجبت شوية حاجات حلوين كده، وجبت جبت كوسة وجبت جزر والخضرة والكرنباية. وقعدت بقى اور بقى، قعدت نضفت الخضرة دي لازم تتنضف كويس جدا ولازم تتنقع بخل. الكرنباية الوسط دي خدت حوالي مثلا نص كيلو كده من الرز. ما لقيتش بقى قدامي غير الورق العنب اللي وريتهولكوا ده. بس نبتدي بقى انا بحب بصراحة افتحها كده، ما بعرفش اسلقها او مش بحب ان انا اسلقها كلها على بعضها. معايا ماما بقى كانت بتعمل ايه، تفضل تفتح تعمل فتحات وتطلع البتاع اللي في النص دي كده لوحدها، ولاقيها بتنزلها كلها في الحلة. بس احنا بقى كانت الحلة بقى ايه، كانت كبيرة كده. بس هبتدي بقى انضف الخضرة بتاعتنا تنظيفة كويسة، اي حاجة فيها مش كويسة، حاجة صفرة اي حاجة بشيلها بقى. لازم ننضف الخضرة بتاعتنا كويس اوي. هنا بقى كنت دخلت قلت اور البتنجان وندمت ندم فظيع. ايديا اسودت، كانش عندي جلافزات، وقعدت بقى زي ما انتوا شايفين كده، معرفتش اعمل حاجة وانا واقفة. فقمت اكمل، طبعا منظر ما كانش حلو يعني. بس يا نهار ابيض، بص البهدله اللي انا فيها. معلش يا جماعه انا اسفه على المنظر ده. بس كده قورت بقى، شلنا لكم الحته دي يعني، عارفه اللي هو المنظر ايدي كان صعب. يلا الحمد لله. قطع بقى الخضره بتاعتنا كلها كده حتت صغيره خالص، نقطع كده ونظبط الخضره بتاعتنا. وبعد كده بقى بنقعها، بحط لها شويه خل وبحط لها الميه، واغطيها بالميه واسيبها مش اقل من نص ساعه، علشان اي بكتيريا في الخضرة، لان بيبقى فيه بكتيريا كده ما بتتشافش حتى بالعين المجردة. تمام. بسلق بقى الكرنب بتاعنا. طبعا انا سلقت الكرنب معاكم قبل كده، بس انا كنت حابه بصراحه النهارده ان انا ايه يعني اظبط الدنيا كده، اوريكم كل حاجه اليوم كان ماشي ازاي. والله كل حاجه مشيت الحمد لله سريعه وجميله وكانت سهله، وكان يوم الحمد لله كان جميل. ربنا يجعل ايامنا وايامكم كلها سعاده وفرح، وما تتحرموش يا رب من اي حد غالي عليكم. هنا بقى كنت بعصر ليمونه في الميه. انا طبعا بحط ملح وكمون في الميه، سواء في الكرنب وفي ورق العنب. انا لازم حتى لو جبته اللي هو بيبقى جاهز في البرطمانات او في الكيس زي كده، لازم اديله الصدمه دي. تمام. لان طبعا بيبقى فيها ماده حافظه، فاحنا يعني ايه نستبعد عن اي حاجه مش حلوه يعني. تمام. بس هي دوب بينزل بس كده، وبطلع على طول من المية وخلاص. هو طبعا اوريدي اصلا مسلوق يعني، انتوا لو عايزين بس تشطفوه كده براحتكم. قطع بقى عندي جزرتين، دول الجزر ده اللي هو كان من الاول عندي، وعندي كده فلفلتين قطعتهم. قلت اخد الحاجات اللي من الاول ما اخدش يعني من الصبح. هنا كنت بغسل بقى في الكوارع. الأكلة النهاردة غريبة شوية يعني، ممكن أكون ما عملتش يعني، متعودة دايما بعمل الكوارع مع فتة. النهاردة الأكلة مختلفة شوية. كده جبت الحلة بتاعتي وحتة بقى زبدة بلدي كده ولا سمنة بلدي، وانزل طش بقى، يا سلام
انزل بقى بالكوارع الجميلة بتاعتنا اللي مغسولة ومتنضفة وزي الفل زي الفل. اقلبها بقى كده، اديها تشويحة حلوة. عايزة اقول لكم الحلة دي ليها حوالي مثلا 15 سنة عندي، ما شاء الله. بصوا طلعت الحلل اللي هي البريستو دي اشكال والوان وانواع قد كده، وانا بسم الله ما شاء الله ما استغناش ابدا عن الحله بتاعتي دي، ما غيرتهاش من عمر مين، من عمر بنتي اللي في تانية ثانوي. بسم الله ما شاء الله، يعني جبتها وبتنقذني بصراحه. الكوارع ساعه بالظبط وبطفي عليها، والله العظيم ساعه بالظبط وبطفي عليها، بسم الله ما شاء الله عليها. هنزل بقى بجزر اللي متقطع ده وبالفلفل. انا طبعا كمية البصل اللي انا عملتها كلها هقسم كده، خدت منها شوية للتسبيكة، وهاخد منها للكوارع. انا طبعا عشان مفرومة، بص انا بحب اصلا دايما البصلاية المفرومة في الشوربة، بتودي الشوربة في حتة تانية. ولو مستعجلة وما عنديش بصل مفروم ومش هعمل بصل مفروم بزيادة، بجيب بصل الصغير خالص ده وبقطعه 4 كده وبرميه في الشوربة عادي. بس انا دايما بحب افضل بصراحة البصل المفروم. حبهان، كوبيبة صيني، فلفل اسمر، ورق رودي لوري، وننزل عليهم عليهم كده. وهجيب دلوقتي عود القرفة القمر ده وهرميه كده، بتدي بصي بتودي بقى التست ده بيبقى في حتة تانية خالص. تمام. بس هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهنزل انا عندي بقى مية بتغلي، لازم احط مية سخنة بتغلي. طماطمية قطعتها برضو 4 وحطيتها. طبعا انتوا عارفين حطيت ايه، اوعوا تفكروا ان انا حطيت ملح ابدا، انا حطيت معلقة سكر زيكم كده يا ناس، يا سكر يا متابعين يا سكر. بصوا بقى، لقيت حتة بصلاية، نص بصلاية كده، والله لقيته في الفريزر قدامي وانا بفتح الفريزر، قلت والله ما انا مزعلك، رحت رميته في الشوربة، انا كنت ناسيه اصلا. هنا كنت بقطع بقى، بوريكم ازاي بقى الناس اللي ما شافتش قبل كده انا بقطع الكرنب ازاي، زي ما وريتكم كده. وحطيت الميه في الكوارع ووريتكم كده. كنت بس بعمل بتنجان ملوش علاقه طبعا بالاكل بتاع النهارده، بس كان عندي بتنجانتين من الاول زعلانين كده ودبلانين قبل ما اجيب اللي انا جبته للكرنب. تمام. فقلت اعملهم واحطهم في التلاجة. حطيت هنا، حطيت عندي بهارات مشكلة بتاعت بهارات اللي هي بهارات ال7 بهارات. حطيت فلفل اسمر، حطيت كزبرة، وحطيت كمون، وحطيت شطة. بصراحة ما بحبش البابريكا في المحشي، بحس ان هي بتغير طعم المحشي معي. تمام. طبعا لا، هنا بقى حطيت الرز مغسول، بس تقريبا كده الرز ده انا ما غسلتهوش، ده كان رز او مغسول متصفي كويس قوي. وحطيت عليه قد بصلايه كده مفرومه، وحطيت ملح وكمون وفلفل اسمر وشويه كزبره، ودعاكي بقى كل الرز ده كله كده في بعضه. هنا كنت غيرت، لان انا كنت نزلت وجيت كملت، يعني نزلت جبت حاجات ونزلت جيت كملت بس. فده بقى اللي هيكمل معاكم اللبس ده، مش للاخر قوي، لاني برضو اخر الفيديو برضو هكون نزلت وطلعت تاني، بنزل مشاوير قريبة كده جنب البيت وبطلع على طول. المهم، انا بقى بغلف كل الرز، بخليه كله كده يشرب من البصلايه الحلوه اللي انا عملتها، وانزل بقى بشويه خضره كده حلوين. حبيبي يا رسول الله، صليتوا على النبي ولا لا؟ عايزه اقول لكم الاستغفار والصلاه على الرسول بيفرق كتير قوي قوي قوي. بصوا الصلصه، بصوا التسبيكه بتاعتنا تقيله وجميله وخطيره، اللهم بارك. ازاي سخنه، فما كنتش عايزه اعمل بايدي الاول، فقلت اقلب كده لحد ما الصلصه تبرد شويه. على فكره انا بعاني من موضوع القلافزات يا جماعه، انا كل ما اجيب علبه ولادي بسم الله ما شاء الله عليهم بيستخدموها، اللي بيلعبوا بيها، اللي بيعملوا اي حاجه اقوم لابسينها. عندي بيحبوا كده يخشوا يفتكسوا شويه حاجات في المطبخ،
فما شاء الله عليهم. يعني واحده جنبي اهي بتبص لي بتقول لي انت ايه اللي بتقولي ده؟ اما انا بقول لهم الحقيقه. بس هنقلب بقى التسبيكه بتاعتنا الجميله. بصوا 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 الجمال. بص اللهم بارك. نقلب 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 قلوبه. انا خلاص كده تقريبا خلاص بقى هقلبها بعد كده بايدي. بصوا بقى دخلت قعدت بقى مع الولاد في الاوضه وقلت ايه نحشي. انا هسيب لكم المقطع ده بصوتي كده عشان عايزه اقول لكم كلمتين. بس قلت احشي بقى وانا قاعده كده مرحرحه. قصه بقى ان انا احشي وانا واقفه دي يعني بحاول ان انا ابطلها. في ناس اللي عارفاني عارفه ان انا بعمل كل حاجه وانا واقفه على رجلي. طبعا الموضوع ده حبيت اتكلم معاكم فيه. ما تجيش على نفسكم بجد. انا كتير جدا كانوا بيقولوا لي ما تجيش على نفسك، حاولي ان انت اعملي الحاجه وانت قاعده. كنت بقول لهم بحس ان الحاجه بتتعمل ببطء قوي. فقصه ان انا اعمل الحاجه وانا قاعده دي، فانا بحاول بجد. ونصيحه بجد، ما حدش ابدا يعمل كل حاجه وهو واقف على رجله. اقعدي ايه يعني الموضوع هيفرق ربع ساعه؟ طبعا حبيبتي وصاحبتي اللي قالت لي الكلام ده قالت لي ايه يعني الموضوع هيفرق يعني ربع ساعة، ربع 10 دقايق يعني، ما مش هيفرق كتير. بس ده غير بقى ان الدكتور طبعا منعني من الوقفة خالص. اخري 10 دقايق ربع ساعة، واقعد قدامهم نص ساعة تاني عشان خاطر اعرف ان يعني باخد علاج بقى وكده. وبعمل طبعا علاج طبيعي الحمد لله. ربنا طبعا يشفي عني وعن كل مريض. دعوة حلوة بقى من قلبكم كده. انا قلت اسيب لكم المقطع ده بصوتي عشان اقول لكم محدش يجي على نفسه في اي حاجة. بجد صدقوني، لا تيجي على نفسك في وقفة، ولا تيجي على نفسك مع اي حد. وفي كلمتين كده كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قالت ايه بقى؟ قالت انا اللي هيديني شوكولاتايه هديله شوكولاتايه. ملوش علاقه طبعا باللي انا كنت بتكلم فيه من شويه، بس علشان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. يعني قلنا نرغي يعني وندردش مع بعض شويه يعني على ما اخلص. قالت ايه بقى الفنانه الجميله القمر ياسمين عبد العزيز؟ في ناس بتشبهني بيها، ما تحطوش في دماغكم، ما تحطوش في دماغكم. بص، هي قالت اللي بيديني شوكولاتايه بديله شوكولاتايه. علشان الاول كان اللي يديها شوكولاتايه كانت بتجيب له السوبر ماركت كله. الكلام ده مش ينطبق عليها هي بس، للاسف انا كمان كنت كده. انا من حوالي مثلا اسبوعين 3 الناس اللي معاها على الفيسبوك الخاص بتاعي هتلاقيني كاتبه كده، بس مش كاتبه يعني كاتبه نفس المعنى. بس كنت كاتبه ايه بقى؟ اللي يديني ورده هديله ورده، مش هديله بستان، مش هزرع له بستان ورد. اللي هيديني ورده هديله ورده. حبوا بعض وخافوا على بعض وودوا بعض، لكن ما حدش يبقى عنده انفراد كده في العطاء. لان بجد احنا في زمن محدش بيتمر فيه حاجه بجد. مش جايه مش سايبه الفيديو يعني عشان خاطر ان انا اقول لكم كلمتين كده يزعلوكوا، لا. انا بس بقول لكم بجد آه خليكم دايما كويسين من جوه، عارفين. مش قصه ان انتوا ما تفرطوش يعني في العطاء ان انتوا تبقوا وحشين، لا. حبوا بعض وحبي الناس وودوا الناس بس ما تعملش حاجه زياده عن طاقتك او زياده عن الناس بيعملوه معاك. يعني بجد بجد الانفراد في العطاء بيعلم الطمع. اه والله الطمع. بس فجايه بقى ايه، قلت احشي شويه البتنجان والكوسه اللي قعدت اقور فيهم. وحسيت ان انا ايديا غمقت كده شويه، قعدت اغسل فيها كتير قوي. يا رب ابقى بس خفيفه على قلوبكم وتكونوا حابين ان انا اتكلم معاكم. ولو حد عايز اكله معينه يقول لي انا عايز اكله معينة. طبعا النهارده الاكله مختلفه خالص زي ما انتوا شفتوا كده، ممكن تشوفوها في الاول او تخليكم معايا للاخر يعني. ما عنديش اغلى من ولادي. اه والله اني انا اسهر واتعب واعمل كل حاجه عشان خاطر ولادي. الاول كنت بعمل كل حاجه عشان كل الناس اللي حواليا والله، وبحاول ارضي الناس برضو. بس انا رضيت ناس كتير قوي وللاسف ما لقيتش حد يرضيني.
اه والله، مش طالعه يعني عشان اصعب عليكم ولا حاجه، لا. انا بس قلت افضفض معاكم شويه، بما ان دلوقتي بقى عندي متابعين حلوين زيكم، وناس بتحب تسمعني. وفي ناس اللي عارفاني عارفه ان انا عندي برنامج كمان بحب افضفض فيه يعني، واتكلم فيه وكده. الحله لو حد شايفين الحقيقه، الحله دي مش هحط فيها، مش هي اللي هحط فيها البتنجان، انا بحط فيها كده وهرصه. احب البتنجانيه والكوسيه تبقى واقفين كده، او ممكن احطهم، بس عندي حله تانية كده هوريها لكم برضو هحط فيها دلوقتي. بس طبعا انا بما ان انا هعمل كذا حاجه، كذا حشوه يعني، فقلت ايه، ابتدي بالسهل الاول، عشان ايه ما كسلش يعني. انا ما بكسلش الحمد لله، بس انا بحب شغل المطبخ قوي. عايزه اقول لكم على حاجه. الطبخ عندي بالنسبه لي انا حب، يعني عايزه الاكل يطلع حلو. حب الاكل، حب المطبخ، حب شغل الشغل اللي بتحبيه، زي مثلا اي حد بيحب شغل بينجح فيه، وبيطور من نفسه في اي مجال. انا مش طالعه عشان اقول مثلا انا طالعه اشتغل، لا، هو انا بحب اشتغل، بحب الشغل. انا بحب ان انا اصلا اطبخ، بحب ان انا اقف في المطبخ واطبخ. وبحب دايما اتفرج على قنوات الاكل قوي. آه، ممكن ما اتعلمش حاجه، او ممكن استفاد حاجه انا ما كنتش اعرفها، او اضيف لنفسي معلومه ما كنتش اعرفها. فبحب دايما، كنت احب دايما وانا صغيره العب كده، هبقى اعمل اكل. والله العظيم اقول لكم بس تضحكوش عليا. كانت ماما مثلا كانت تجيب مثلا الخضار وكده، اخد الجرجير واعمله ملوخيه، اكني يعني بعمل ملوخيه. افضل اقطع كده عارفين الورق بتاع الجرجير ده. كنت اعمل بقى ايه، بعمل حاجات غريبه كده، اجيب زلط صغنن خالص من قدام باب بيتنا، واعمله اكني بدمس فول. والله العظيم. ايوه انا كنت بعمل كده صغير، فمن وانا صغيره بحب اصلا المطبخ، بحب وقفه المطبخ. بحب ابدع، بحب اسال. بس خلاص، دردشت معاكم شويه. بس انا اللي عايز يسالني على حاجه يخش يسال عادي، انا اختكم. بحب المطبخ، ويا ريت كل البنات تحب المطبخ. على فكره مفيش حاجه صعبه، الاكل كله سهل، كله سهل وجميل. وحب المطبخ يعني. كنت عند حد اعرفه يعني، فبقول لها يعني بعرفها يعني على البنات وكده. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا عندي بناتي متعلمين تعليم عالي يعني. قالت والله بصي دكتوره، مهندسه، سفيره، ملكيش في الاخر غير المطبخ. وكلمتها صح، احنا في الاخر كلنا ملناش غير المطبخ. وقفة المطبخ جميلة وسهلة، وسهلي على نفسك. يعني عندك عزومة زي كده، اعملي الحاجة واحشي وظبطي حالك وحطي حاجتك في التلاجة، وقومي سوي تاني يوم الصبح اعملي الحاجة على مرة او يوم او اتنين، عادي جدا. مفيش حاجة بتبوظ الحمد لله، ملك الحمد والشكر يا رب. رتبي اولوياتك، شوفي ايه اللي ممكن يتعمل الاول، ايه اللي اسهل، اعملي وسهلي على نفسك. طول ما انتوا بتسهلوا على نفسكم كل حاجة، كل حاجة هتبقى سهلة وجميلة. وسهلوا على بعض الحياة، محدش مستاهل، مفيش حاجة مستاهلة، مش محدش مستاهل. اصلا انا اتقرصت كتير قوي الحمد لله، بس فمفيش حاجة مستاهلة والله. بس فالحمد لله. آه انا والله ما بطلعش كتير، ما بصورش كتير. ليه؟ في ناس بتسألني كتير قوي ليه ما بتنزليش فيديوهات على طول باستمرار. لظروفي الخاصة يعني في البيت وكده، مع ولادي ومع جوزي، لاني انا بعمل كل حاجة. طبعا عندي مساعدة في البيت وكل حاجة، ولكن معايا اللي في المدارس واللي بيشتغلوا، واللي وفي كليات وكده، فتلاقيني ايه مشغولة طول الوقت بولادي يعني. وقتي كله لولادي. بخش بعمل اكل طبعا كل يوم، هو في بيت ما بيعملش اكل كل يوم؟ انا بعمل اكل كل يوم. بس امتى بقى هقدر اصور؟ امتى هيبقى عندي وقت ان انا اجهز؟ لان طبعا التصوير، اكيد الناس اللي بتصور عارفه الكلام ده، بيبقى عايز ترتيب وعايز مجهود. ما بنطلعش كده نعمل الاكله وخلاص، لا، الحاجات دي كلها بتبقى عايزه ترتيبات، عايزه ترتيبات من قبلها. بنعمل كل حاجه، بنقطع، بنعمل. حتى لو هعمل كل حاجه في وقتها معاكم قدام الكاميرا، بس كل حاجه بتاخد وقت، ما بتاخدش. الفيديو ممكن ينزل لكم مثلا في نص ساعه، في ساعه،
ممكن الاكل ياخد اكتر من كده لو عزومه بتتعمل مثلا على يومين، فهتنزل لكم، فمش هفضل طبعا يومين اصور لكم فيها، فاهماني؟ بس ممكن مثلا الاكل هتاخد مثلا ساعه معايا، هنزلها لكم مثلا في 10 دقايق او في ربع ساعه. فالكلام ده كله بياخد وقت، لان طبعا بيبقى فيه مونتاج وفيه الحاجات زي كده، فاهمين؟ بس فانا طول الوقت هتلاقيني مشغوله مع اولادي. وطبعا انا قبل كده كنت نزلت يعني روتين يومي ليا في البيت. ما عنديش وقت، يعني في ناس بتقولي لي دخلوا قالوا لي اعملي روتين يومي، بجد ما عنديش وقت. انا كل الوقت اللي املكه ان انا ممكن اصور لكم طريقه اكل، علشان البنات الحلوه اللي لسه مبتدئين يتعلموا مني او من غيري، من اي قناه تانية. طبعا كلهم شيفات محترمات وناس يعني تتحط على الراس بجد. انا رغايه صح، بس انا والله حبيت ان انا دردش معاكم. معرفش، انا حسيت ان الفيديو النهارده عايزاه يبقى مختلف شويه، مش هقف بقى في المطبخ واعمل اكل واصور لكم الاكله، بس عايزه دردش معاكم شويه. لو حابين الطريقه دي قولوا لي حابينها، مش حابينها قولي لي ما تطلعيش تاني، ما تتكلميش خالص، اعملي لنا الاكل كده ونشوف الطريقه وخلاص. بس وادينا بنتعلم من بعض، انا بتعلم من ناس تانية وناس تتعلم مني. في ناس بتبقى حابه ان هي تطلع علشان تسمع ان انا اقول مثلا نصيحه، اقول كلمه كده كده، فتمام. بس فخليكم بقى معايا النهارده كده ايه في باقي الفيديو. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، يا رب كلامي كمان يعجبكم، ما يكونش فيه اي تعليقات سلبيه. على فكره التعليقات الايجابيه هي اللي بتخليني اكمل. الناس الحلوه اللي بتخش تكلمني على الخاص بيقولوا لي كملي. عندي قدوات طبعا في عالم الطبخ، بحبهم قوي. بس فخلاص كده انا خلصت. عايزه اقول لكم معلومه بقى حلوه، والله العظيم انا اتعلمت الاكل ده بعد ما اتجوزت. اه والله، قعدت اقول لماما انا ان شاء الله هتجوز، ان شاء الله هكمل. استنى ما الف معاك ورقه عنب. بص ورق العنب ده اصلا جايني ايه، جايني ما يعلم بيه الا ربنا. بصوا اقول لكم، انا نفسي حلو زي ماما وزي خالته. اه والله ربنا يديهم الصحه يا رب ويطمنا عليهم دايما يا رب. معايا خالته يا نهار ابيض، نفسها تحفه في الاكل بجد. قعدت فتره كنت تعبانه، كانت هي اللي بتيجي تعمل لي الاكل وكده، ربنا يا رب يديها الصحه. بس فبقى انا ايه، دخلت المطبخ زي ما قلت لكم كده بعد الجواز، يعني بعد ما اتجوزت كده ابتديت ان انا ايه، اخش المطبخ. ليه بقى؟ عشان كنت متدلعه شويه. اه والله كانوا بيقولوا عليا الدلوعه. اه والله اخواتي هيسمعوني دلوقتي هيضحكوا عليا. كنت اسمي الدلوعه، كانوا مدلعيني بقى في البيت، ماما كانت مدلعيني قوي. كانت ايه بقى، آه كنت دايما اقول لماما انا كل حاجه هعرف اعملها لما اتجوز. فبعد ما اتجوزت عملت ايه بقى، كنت بتعلم من حماتي بطريقه غير مباشره، لاني دايما كنت ببقى متواجده عندها، مش بيت عيله ولا حاجه، بس انا كنت بحب اروح اقعد عندها يعني وكده. هي كانت جميله، الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها يا رب ويرحم اموات المسلمين اجمعين. بس كانت بقى ايه، فكنت اتعلم منها الاكل بطريقه غير مباشره، بس ما كنتش بعمل حاجه الحمد لله وحشه، لقيت نفسي خلاص انا اتحطيت في امر واقع، فاهمني؟ بس فكل البنات هتخش وكل هيتخش بيوتهم وهيبقى امر واقع، وهيتعلموا الاكل وكل حاجه. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. واقعد بقى الف كده المحشي الجميل بتاعنا. بصوا 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 الصابع عامل ازاي. ورق العنب ده حكايه، حكايه يعني. برضو مش هعمله هنا، يعني ممكن اعمله في الحله دي وبس، طبعا هعمل طاجن تاني. خليكم معايا، خليكم واحده واحده كده معايا، مش عايزه الخبطكم، كفايه الرغي اللي انا رغيته. على فكره انا مش همسح حاجه من اللي انا قلته خالص في المونتاج. انا حابه ان انا اطلع وحابه ان انا اتكلم معاكم، قلت دردش معاكم شويه. لو تعرفوا ان الساعه كام دلوقتي مش هتقولوا لي انت مجنونه. بس اديني بعمل الاكل عشان الف هنا على كل اللي هياكل النهارده. بصوا ورق العنب، بصوا جميل ازاي، بصي قربي كده، بصوا. بس يلا نكمل بقى. هنا بقى ايه، بجيب الورق الاخضر ده، على فكره انا بحب الورق الاخضر ده جدا. برص كده في الحله من تحت، وهبتدي ان انا
الف معاكم المحشي الجميل بتاعنا. يا نهار ابيض على ايدي اللي باظت من البتنجان. ما انا كنت بجيب البتنجان زي الفل متقور من بره، ايه اللي خلاني رحت جبت انا بتنجان وقورته؟ والله بجيبه متقور وجميل وزي الفل وشمعة كده. بس يلا، خلصت انا خلصت. بصوا هي اللقطات دي كل اللي هتجيلكوا بقى بعد كده بقى ايه، لقطات كده بسرعه. اعذروني يا جماعه على المنظر، اكيد كلكم بتخشوا المطبخ وكلكم بتبقوا نفس الكائن كده. انا هنا كنت بحشي الممبار. حبيبي يا رسول الله. الممبار ليه طريقة تانية بنحشي بيها، أنا مش عارفة. كنت أصلا قاعدة كده بحكي بعد ما خلصت شوية الحكاوي بتاعتكو معاكو. قعدت بقى إيه أحكي مع اللي كانوا موجودين معايا، ربنا يبارك لي فيهم يا رب كده. فقعدنا نحكي بقى كده وإيه، وسرحت كده وأنا إيه بتكلم. طبعا زي ما قلت لكم كده لازم إيه نبطط الممبار كده واحنا بنعمله، ما يبقاش مليان قوي عشان ما يفرقعش مننا. دي الحله اللي هسلق فيها الممبار، كانت الميه بتغلي فيها. بصوا بنزل، اول ما بنزل بيلم على طول، مفيش حاجه اسمها نمسكه من البوز من هنا ومن هنا. بحط فلفل اسمر وكمون وملح، وانزل ايه ببصل. برضو بحط بصل مفروم فيها او بصلايه عادي تقطعيها، وهنزل كده. هو بص اول ما بيخش الميه اصلا بيلم اصلا على بعضه. يا جماعه انا شفت ناس بتربط الممبار، مش عارفه ليه صراحه. دي بقى الشوربه الكدابه اللي طاير عليها من فوق ده. كنت لسه حاطه السمنه البلدي لسه مسحتش. دي الحله اللي مكان الصلصه، حطيت فيها ميه مغليه وحطيت مرقه دجاج، لان انا ما عنديش شوربه هستخدمها للمحشي. بص المحشي انا احب دايما بشوربه اللحمه او الفراخ لو متظبطه قوي وبلدي كده وحلوه. بس ما عنديش الكلام ده، بعمل الشوربه الكدابه. بتبقى عباره عن معلقتين من التسبيكه وعليهم ميه سخنه ومرقه دجاج وملح وفلفل، وتظبطي الملح بتاعك وتغلي، وبتبقى احلى شوربه. وباخد طبعا معلقتين من التسبيكه كده برضو برشهم على المحشي كده من فوق، ده البتنجان والفلفل والكوسه لما خلصتهم. طبعا زي ما انتم عارفين ربع الحله بتبقى الميه للبتنجان. اللي بالنسبه دي معلقه يا جماعه، دي معلقه سمنه بلدي متسيحه وجميله كده. السمنه الجميله كنت جايباها من عند واحد ستهم، حبيبتي سمر ربنا يبارك فيها، وكنت مسيحاها وحطها كده عليها من فوق. زي ما انتم شايفين الصف الاخير لازم يبقى باين، ما نكترش ميه اكتر من كده. يا نهار ابيض على جمال الكوارع الجميله. وهنا بقى حطيت هحط بقى الدبس رمان، ده اساسي. وعايزه اقول لكم انا ولادي مش بيستكفوا بالدبس الرمان اللي انا بحطه كده وهو بيستوي. انا ولادي لازم يجيبوا كده الدبس الرمان طبق حلو كده ويتحط جنبه، بيموتوا في ورق العنب عليه دبس الرمان. هنا هقطع بقى ايه. هنا كنت هحشي البتنجان زي ما قلت لكم اللي كان موجود عندي، قليت شويه فلفل متقطعين صغيرين. ده التوم المفروم اللي عندي، مفروم توم على فلفل. هاخد منه معلقتين كده واحط عليه الليمون، واحط عليه شوية خل، واحط كمون، واحط شطة، شوية كمون حلوين كده. شطة بقى كتري، تحطي اللي انت عايزاه على حسب رغبتك، وتحيقي الملح بتاعك على حسب حيائك يعني وكده. وتحشي البتنجان بتاعك. طبعا البتنجان ما كانش ليه اي استخدامات لان ما عملتش وقتها، ده كنت بحط خل، احسن تحسبوا ان انا احط ميه ولا حاجه. بس هنا بقى ايه، هنقلب كده ونحشي البتنجان بتاعنا الجميل واحطه في التلاجة. هو انا هحطه جنب الاكل عادي يعني لو حد عايز ياكل منه، بس بصراحه انا ما حدش كل منه. قالوا لا، يعني عارفين اللي هو استمتعوا كده بشويه الشوربه بتاعت الكوارع، واستمتعوا كده بالاكل. الحمد لله اللهم بارك، والف هنا على كل اللي اكل من الاكل الحمد لله. وربنا يجعل يا رب بيوت المسلمين كلها عمار يا رب. حبيبي يا رسول الله. يا رب ما يكونش الفيديو بس طويل عليكم، ولا يكون
يعني يا رب يكون ايه ينال اعجابكم كده. انا حبيت اشارككم اليوم كله. صحيت وعملت قهوتي وصبحت عليكم وعملت الفطار معاكم وبعمل الغدا معاكم. والله لو ينفع كمان واحنا قاعدين بنتغدى كنت صورت لكم كمان رياكشنات وشهم كده وانا بعمل الاكل. عايزه اقول لكم بقى ايه، يلا الحمد لله. لا وهم بياكلوا مش وانا بعمل الاكل. لازم عصرة الليمونة. بص البتنجان ليمون، بتنجان ليمون، شوية الفلفل دول روعة ما شاء الله. هنا بقى الكوارع كانت طلعت، بصوا طلع الكوارع وبخليها خالص. بس بص الشوربة، يا نهار ابيض على لون الشوربة، يا نهار ابيض على طعمها وجمالها. طبعا الجزر والحاجات دي يا دوب بس بتدي طعم للشوربة، لكن ما عنديش حد بياكلها. كنت باكل، لازم القرقوشة دي تتاكل كده. بص بدور كده بشوف في حاجة تاني ولا لا. بس بصوا الله، كنتش عايزة ابهدل ايدي يا ولاد. ما لقيتش غير جلافز واحد، ده انا لقيته بالعافية. والله ما كنت عايزة ابهدل ايدي. عارفين بقى لو ما فيش، لو في جلافزات بقى عندي كنت زماني بقى دلوقتي ايه، آه مسكتها بقى كلها كده من غير السكينة دي، فتحتها كده يعني شلتها خليتها كلها كده. معلقة سمنة بلدي بقى والتومة تاخد لون. اه وانزلي كده بشوية صلصة من بتوع التسبيكة. ما عندكيش ممكن تحطي تقطعي طماطم صغيرة، ما عندكيش ممكن تحطي معلقة صلصة من العلبة معاهم. بصي بتدي تست حلو جدا. بس انا طالما عندي من التسبيكة شوية صلصة احط عادي. وانزل بقى ده كله وقلب كده، يا نهار ابيض، ولا تلزق معاكي بعد كده ولا اي حاجة. يعني دايما بحط الكوارع معايا بقطعها اصغر من كده واحطها في الشوربة للولاد. بس النهارده قلت اعمل لهم الموضوع مختلف شويه. وبرضو مرضتش احط النهارده ورق العنب على الكوارع، قلت ده لوحده وده لوحده. بما اني بقى النهارده ده مش ورق عنب بس، ده فيه بقى بحشي بتنجان وفلفل وكوسه وفلفل. ف فلا خلي النهارده السفره بتاعتنا مختلفه شويه. طبعا انا كنت عايزه اعمل اي نوع فراخ او لحمه تاني اي حاجه جنبها، بس هم في البيت رفضوا، قالوا لا احنا هناكل الكوارع بس. وطبعا الممبار حمرته. وبصوا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني الف هنا. ندي تقليبه، انا ما بحمرهاش، يا دوب بتاخد تشويحه كده بس كده وخلاص. على فكره اللي ما بيحبش الكوارع اكلوه الكوارع بالطريقه دي هيعجبها هياكلوها. لو كلوها بالطريقه دي هتعجبهم ان شاء الله. هنا بقى خلاص كنت خلاص بغرف لكم التورتايه الصغيره دي. بصوا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الله. عايزه اقول لكم بقى ان بعد التصوير، بعد ما خلصنا التصوير القمر ده، انا جبت صينيه كبيره كده ورحت حطيت عليها المحشي كله وقعدنا بقى ناكل في منتهى اللذيذه. الله، لازم ترجيها كده عشان تنزل مظبوطه معاكي. لا اعدلي نفسك، ما ينفعش كده. الله، الله على ورق العنب اللي بيخش جوه القلب. انا الاول كنت مجهزه طواجن هتلاقوها فاضيه ورا كده، ممكن مش عارفه خدتوا بالكم منها ولا لا. عشان كنت هعمل ورق العنب بالكوارع الاول في الفرن، بعد كده لا قررت ان انا اعملها كده كده احلى كتير صراحه. هناكله بالكوارع برضو. في ناس كانت بتحط الشوكه كده، الصابع كده فيه ورق عنب وبعد كده نقوم غرزها كده في حته الكوارع، وكانوا بياكلوها كده اللي هو ورق عنب بالكوارع. غرفي بايدك، ايه المشكله؟ اي حاجه عندك مساكه تغرفي بيها، عندك شوكه تغرفي. ده كان قرن فلفل كده زعلان عشان كان شكله مش حلو، بنتي قالت لي رجعيه ورا. قال يعني مش هيتاكل، تاكل اول واحد على فكره. بس اهو زي ما انتوا شايفين السفره بتاعتنا جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
الله الله الله. ايه رأيكم بقى في السفرة بتاعتنا؟ حلوة. اتغدينا ونزلت ورجعت، قالوا لي لا، اليوم مش هيعدي كده، لازم تعملي لنا حاجة حلوة. طيب نعمل حاجة حلوة ايه؟ رحت جبت كده بطاطا عندي وقطعتها. كان عندي حوالي 3 تقريبا، مش عارفة 3 ولا 4. قطعتهم وغسلتهم كويس قوي. انا السكاكين عندي عاملة لي مشكلة، السكاكين تبقى جامدة وزي الفل، وابص الاقيها استخدمها مرتين كده ولا حاجة والاقيها تلمت مني. انا كنت عايزة اقطع البطاطا صغير خالص عشان تستوي معايا بسرعة. صعب قوي تقطيع البطاطا، مش عارفة ليه، بحس ان لا يعني. ما تسرحوش، ده انا اللي سرحت في البطاطا. بقول هي البطاطا عاملة كده ليه؟ البطاطا دي عندي قوي من كتير، ليها كتير قوي في التلاجة. فانا قلت بقى ايه، بما ان عندنا البطاطا كده في التلاجة محدش عايز يعملها ولا حد ياكلها، نعمل لهم بقى طريقة حلوة كده ايه بالبطاطا كده، هتبقى زي الفل. هنا كنت سلقتها وصفتها كويس قوي، وهنزل فيها بيها في الخلاط. خلاط فور ده حكاية، اللهم بارك بجد. وحطيت هنا كوباية من اللبن، دي كوباية كاملة. وحطيت هنا كوباية من الزيت، دي كوباية معيارية بتشيل كوبايتين من الزيت، كوباية اللي هي العادية. تمام. وهنا معايا كوباية من السكر طبعا على حسب الرغبة، ما بنكترش سكر لان طبعا البطاطا اصلا مسكرة. ونزلت كده بالبيضة بتاعتنا، حطيت بيضتين وحطيت ظرف فانيليا، وهضرب الكلام ده كله في الخلاط. لازم يتضربوا كويس قوي وتبقى ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين كده. القوام بتاعها بيبقى برضو ايه، تقيل شوية، ما بقاش خفيف. حبيبي يا رسول الله. هنا كنت جبت معلقتين دقيق، وجبت حوالي 2.5 او 3 معالق من القرفة، وظرف من البيكنج باودر. القرفة على حسب رغبتك، لو مش بتحبوا القرفة قوي ممكن تقللي شوية، بس احنا بنحب الحاجات القرفة كتير في الاكل، طعم القرفة فيها. فولادي قالوا لي لا كتري القرفة شوية، يعني ممكن تحطي بدل المعلقتين اللي انا حطيتهم تحطي معلقة واحدة. تمام. وتقلبي كل المواد الجافة دي كلها مع بعض، وبعد كده تنزلي عليها بالخليط الجميل بتاعنا. عايزة اقول لكم يعني هي ما قعدتش، اتاكلت في ساعتها بسم الله ما شاء الله يعني. ودي اول مرة اعمل الكيكة دي وتتاكل كده في ساعتها، ما تقعدش. قلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. يمكن اتاكلت على طول علشان الطريقة حتى في التقديم كانت مختلفة شوية. انا كمان جالي ناس، فكنت عرفت يعني في ناس جاية وكده، فقلت اعمل حاجة حلوة هتعجبهم يعني. عجبتهم الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وعجبت ولادي. زين ابني طبعا ما عجبوش رصة القوالب الصغيرة دي، فقال لي لا احنا هنحطهم كلهم كل 3 جنب بعض. دي دهنة زيت، بصوا يعني مفيش بالفرشة، هي الفرشة عوزتها مرة واحدة بس، هدهن كله كده عشان ما تلزقش فيها. هو اللهم بارك هي ما بتلزقش اصلا في السيليكون ده خالص، بس ايه احتياطي. بصوا بقى في حاجة انا نسيت احطها، وهي النشا. النشا هتديكي نفشة كده حلوة، وهتخليها قبة كده لفوق. لكن صراحة انا ما كانش عندي ونسيت ان انا اجيب، فما حطيتش نشا. يعني اللي هيعمل الوصفة الكيكة دي يحط معلقة نشا كبيرة على نفس المقادير اللي انا حطيتها، هتنفش معاكم ان شاء الله. انا ولادي طلبوها مني تاني، قالوا لي ان اعملها تاني يعني، فاعملها المرة الجاية واحط النشا واوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. تمام. انا طبعا كنت حاطه بيكنج باودر، بس لازم معلقه النشا. انا مش بملاها على الاخر عشان المفروض ان هي تنفش لفوق، بس هي عندي صراحه ما نفشتش، بس اتاكلت وكانت خفيفه وجميله وعجبت الولاد وعجبت الناس اللي كانت موجوده.
الحمد لله. دي بقى باقي الخليط عندي، جبت القالب السيليكون ده برضو زي كده، حطيته ايه لما عرفت يعني ان في ناس جايه انا كنت هعمل الكميه الاقل، فزودت عشان كده. لو احنا بس في البيت هعمل القوالب الصغيره بس. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده انا كنت لابسه النضاره وماسكه التليفون، جاتني رساله وقلعتها قدامكم. ايوه بلبس نضاره نظر يا ولاد، انا عينيا خالص. الحمد لله. ربنا ينور لنا بصيرتنا وبصرنا ويديم علينا الفرح والسعاده في بيتنا يا رب. على فكره كانت بتتنتش جنبي، بس انا قلت لهم اصبروا لما اخلص خالص التصوير يا ولاد. انا طبعا كنت بحكي كده، كان في ناس ورا الكواليس يا ولاد قاعدين بيحكوا معي، كانوا بيسلوني والله في المطبخ. هنا كنت بقطع بقى التفاح حتت صغيرة خالص. انا لقيت تفاحتين عندي، تفاحة طب هتصرف في ناس جاية ما ينفعش، فطب هقدم ايه، هحط تفاحتين، فلا قلت اعمل بالتفاحتين دول بقى. بس قلت بقى اقطع التفاحتين دول واعمل بيهم سلطة فاكهة كده حلوة هتكفي الكل ان شاء الله. تقدري ان انت تعملي كل حاجة بأبسط الاشياء عندك. الكيوي ده بقى ليه حكاية تانية خالص. اجيب الكيوي يفضل قاعد في التلاجة لحد ما يدبل، وفي الاخر اقشره واعمله عصير، يا اما اقشره واكله كده. والله بيكسلوا قوي ان هم يقشروه. انا بقى كنت قاعده بقى بحكي وقعدت اقول طب اعمل ايه فقلت بقى اعمل الكيوي. قطعت الكيوي كل اللي موجود عندي، الطبق ده حوالي نص كيلو. والله العظيم ساعات بجيب الطبق النص كيلو ده يفضل قاعد في التلاجة، واروح واجي اقول طب هقشر واحده، طب مش عارف عامل زي الرمان. عارفين الرمان كده لما بيجي يفضل رايحين جايين نبص عليه. فاستغليت بصراحة ان في ناس جاية وان مفيش عندي حاجات كتير، فقلت اقطع النص كيلو اللي عندي ده. قطعته حتت برضو، قشرته كله كده وشطفته، لان طبعا انتوا عارفين بيبقى فيه حاجة زي رملية كده. انا مش بكلمكم، انا بكلم اللي قاعدة بقول لها، ولا كنت بكلمكم كنت والله ما فاكرة. بس هقطع بقى الكيوي كله. انا رغاية قوي في الفيديو النهارده، بس اقول لكم اليوم كان جميل والله، ونزلت وطلعت وجيت ورحت. عايزه اقول لكم اليوم كان فيه تفاصيل كتير، بس الحمد لله الحمد لله. والله ختمت بشويه ناس حلوين، وابني حبيبي ربنا يبارك لي فيه ويحفظه لي ويبارك لي فيه يا رب. وعارفين بقى يعني ساعات كده ناس تيجي كده تبقى خفيفة على قلبك، وتقعدوا تتكلموا بأبسط الأشياء، ممكن تقدمي أحلى حاجة حلوة عندك. بصي يعني عايزة أقول لكم قعدة الناس الحلوة بالدنيا وما فيها. لا تقولي بقى اروح اجيب مش عارفة 2 كيلو و3 كيلو و5 كيلو، لا فيش الكلام ده خالص. بأبسط الأشياء، وممكن تقعدوا تعملوا كوبايتين شاي من غير أي حاجة، وتتكلموا شوية وتدردشوا مع بعض. عايزة أقول لكم الروح الحلوة والكلام الجميل أحلى من أي فاكهة في الدنيا، وأحلى من أي حاجة. بس غسلت الكيوي اديته شطفة كده، وقطعه برضو حتت صغيرة، وهحطه مع التفاحتين اللي انا قطعته. بس انا طبعا هظبط الدنيا، يعني هي مش هتبقى كده وبس، لا والله العظيم زي ما قلت لكم، حبوا بعض، خافوا على بعض. إيه مش بالفلوس ومش بالمجايب ومش بالمقابلات بالمحمر والمشمر، مفيش الكلام ده خالص. في بأبسط الأشياء. أنا ممكن أروح أكل مع حد، أو نقعد مع حد وناكل فول وطعمية، أحسن من الكرواسو والباتون ساليه والساليزون، أحسن من الكلام ده كله. أحلى حاجة البساطة،
مفيش احسن من بساطة. ممكن تبقى حاجات قليلة عندك في التلاجة او موجودة عندك في المطبخ، تعملي حاجات كتير جدا وبتبقى جميلة ومتبقاش مكلفة. هنزل بشوية الكيوي. عايزة اقول لكم الكيوي بقى هو كده مع سلطة الفاكهة دي كان مدي طعم تحفة. طبعا لا غنى عن عصرة الليمون عشان خاطر التفاح عندي ما يسودش. طبعا اكيد الليمون ده مادة حافظة، مادة حافظة بتخلي كمان سلطة الفاكهة بتقعد وقت أطول عندك، يعني ممكن تقعد ب3 أيام. يعني عصرتين الليمون دول ممكن يخلوه 3 أيام سلطة الفاكهة، ولا طعمها بيغير ولا بتبوظ ولا أي حاجة. لقيت البولة اللي عندي صغيرة شوية، فقررت ان انا احطها فيها. غسلت بقى، كان عندي هنا فراولة قطعتها كده، والباقي هحطه اعمل عصير. تمام حبيبي يا رسول الله. ممكن تاكلوها كده، يعني ممكن مثلا قالب تلجي كده حلو وشوية سكر، او من غير سكر. الناس اللي عاملة دايت هي كلها طبعا سكريات، بتقلبوها كده وبتتاكل، بتبقى زي الفل. ولكن طبعا احنا حبينا نزود الكمية شوية بشوية العصير اللي احنا هنعمله. قطع الفراولة دي يا جماعة لازم تتغسل اكتر من 3 4 5 مرات. الفراولة دي بيبقى فيها كمية تراب مهولة، بنغسلها وبعد كده نشيل الجزء اللي هو الاخضر من فوق. مش عارفه انتوا شفتوا تقريبا، سما بنتي كانت واقفه ورايا، كانت هي اللي دايما بتشيل الحتت اللي هي الورديه الخضراء اللي من فوق دي. وبعد كده يتغسل تاني كذا مره، فاهميني؟ بس هنا بقى جبت باكوين كريم شانتيه بطعم النكهه، بنكهه الفراوله. عايزه اقول لكم يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض. خلى بصوا هنا حطيته كله، وحطيت عليه كوباية من اللبن. كل كيس حطيت عليه كوباية لبن. تمام. وهضربه كله كده. بياخد وقت على فكرة، بياخد وقت كبير جدا علشان تاخدي القوام اللي انت عايزاه، وما تستعجليش عليه عشان تاخدي القوام. كل كيس من الكريم شانتيه، الكيس الواحد بياخد كوباية لبن، كوباية حلوة كبيرة. احب العب انا، بحب اعمل ورد انا كده بص. الله عليا، الله عليا. لازم احس كده ايه بانتعاشة كده وانا بعمل الحاجة. بصوا القوام بقى عامل ازاي. ما تستعجليش وتروحي تحطي كريم شانتيه تاني تقولي عشان اتقل شوية، لا. هو المقدار كده زي ما بقولك، هي كوباية اللبن عليها الكيس كله. تمام. بصوا هنفضل نقلب فيه لحد ما القوام يبقى زي ما انتوا شايفين كده، وردة زي الفل. بصوا بقى، انا كنت لسه جايبة القرطاس ده جديد، ومش بستعمل القراطيس دي خالص صراحة. ريتاش بنتي اللي بتستخدمها دايما في الحلويات، فده بقى هي كانت جايباه لسه جديد، فكنت هاخده من وراها. بس هي ايه دخلت ولحقتني بقى في المطبخ وشافتني ايه وانا بستخدمه، قعدت تقول لي يا ماما انتي استخدمتيه ده. انا مش قلت لها عادي يتغسل ونعمل فيه تاني، ايه المشكلة؟ هنا بقى كنت خلاص عملت شفشق يعني نص شفشق كده من العصير الفراولة، وحطيت كده زي ما انتوا شايفين. الله بقى، الله. شفت التفاحتين عملوا ايه؟ عملوا عظمة. انا عايزة اقول لكم بجد كان يوم جميل ويوم حلو، ويوم عدى على قلبي زي الفل. ونزلت وطلعت وجيت، وكان تحس ان يوم طويل وفيه بركة. عايزة اقول لكم الحاجة لما بتتعمل بحب بتطلع جميلة قوي. اللهم بارك، الاكل كان طالع جميل، والناس لما جت كانت القعدة جميلة. وبصوا عايزة اقول لكم اليوم كان حلو قوي. مش لازم تكلفي نفسك، ومش لازم تروحي اماكن غالية قوي ولا الكلام ده كله. اعملي بأبسط الاشياء، وبسطي نفسك وبسطي ولادك وبسطي الناس اللي حواليكي، وحبوا بعض. عشان بجد حب الخير للغير كنز، كنز بجد. قلت بقى اعمل افتكاسة كده. بص حاولت ان انا اعمل اي حاجة كده تدي شكل من فوق.
ماليش خالص في الحاجات اللي تتحط من فوق زي ريتاج بنتي صراحة. هتطلع معايا ان شاء الله في قناة جديدة بإذن الله هقول لكم عنها، بنجهز لها، وهي هتطلع تعمل الحلويات كلها، هتنافسني. ويا رب يا رب تعجبكم ان شاء الله. هنا بقى كان خلاص. بصوا القمر بقى. خلاص كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.